اتبرع بتلت ثروته للغلابة واشترى قطر مخصوص لشباب بلده، ومنع الشيشة في مطاعمه وساب المحاماة عشان الخرسانة. منصور عامر إمبراطور العقارات في مصر ليه اتبرع بثروته؟ وإزاي ساب المحاماة عشان العقارات؟ وإيه سر نجاحه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. مين فينا ما يعرفش منصور عامر، رجل الأعمال المعروف وأكبر مطور عقاري في مصر وصاحب أكبر المشروعات اللي مالية البلد؟ بس انت تعرف ان منصور عامر اصلا كان محامي ووصل لمنصب وكيل نيابة. تخيل ساب كل ده واشتغل في العقارات. حسب اليوم السابع اللي حصل انه منصور دخل مجال المحاماة اصلا عشان يرضي والده اللي كان محامي كبير وليه اسم وقتها، وحب انه ابنه يكمل مسيرته في القانون. وفعلا منصور اتخرج من كلية الحقوق واشتغل محامي، وكان محامي شاطر جدا وما كانش بيخسر قضية تقريبا. ومن شطارته اشتغل في النيابة ووصل لمنصب وكيل نيابة، ووقتها الكل كان بيحترمه ويخاف منه شوية بسبب هيبته وسيطرته. بس هو ما كانش لاقي نفسه في الشغلانة دي، وهو نفسه قال ان الشغل في النيابة من اعظم الوظائف. واول مرتب خده فيه كان 195 جنيه، بس كله كان عشان يرضي والده. لكن ما قدرش يكمل فيها وقرر يشتغل في العقارات. بدأ بمشروع صغير جدا، اشترى عمارة في مصر الجديدة وقرر يهدمها ويبيع الأرض وكسب مبلغ خيالي. ومن هنا بدأت القصة. العمارة بقت 2 3 و4 لحد ما ربنا فتحها عليه وبنى أول فندق ليه في الغردقة، فندق السلطان بيتش. منصور بنفسه قال مرة إن العقارات مش مجرد شغل، دي قصة حب كبيرة بالنسبة له. أول ما شاف الخرسانة قلبه هفهف، وده كان سر نجاحه الحقيقي، إنه حب المهنة أكتر من أي حاجة تاني. من أول ما دخل المجال ده لحد دلوقتي منصور عامل نجاحات مفيش حد قدر يعملها، وبقى صاحب أكبر إمبراطورية عقارات في مصر. عنده فنادق ومنتجعات ومطاعم عالمية تساوي مليارات الدولارات. مش بس كده، مطاعمه مشهورة بخدمة متكاملة لكل العيلة من الكبير للصغير، وده خلاها مميزة جدا. ده كمان عنده مشاريع سياحية عملها بره الصندوق، زي مشروع بورتو السخنة اللي عمله على قمة جبل. والمشروع ده حقق نجاح ساحق وقتها لأن الفكرة كانت جديدة ومفيش زيها في مصر. وبعد كده فكر يستغل الساحل الشمالي ويشتغل طول السنة، وطلع ببورتو مارينا وجولف بورتو مارينا، ودول شغالين طول السنة مش موسم الصيف بس. منصور كمان مشهور بأعمال الخير من زمان، لدرجة إنه قرر يتبرع بتلت ثروته للناس المحتاجة وأعمال الخير. ولما سألته صاحبة السعادة عن السبب، قال إن الفلوس دي بتاعت ربنا وإحنا بنديرها، وربنا بيقولك إن ليك تلت الفلوس بره الميراث تعمل بيها اللي انت عايزه. فعمل وقفة خير باسمه وقال ليه استنى موت عشان حد يعمل خير ليا، انا اعمله دلوقتي واخلي الصدقة جارية. منصور كان دايما بيأكد ان المال مش بس للشغل او المكسب، ده وسيلة لإسعاد الناس. وقال قبل كده سنة 2021 احنا مش صحاب مال، احنا بندير مال ربنا، وده سبب تبرعه بتلت اي حاجة يملكها. وقال أي حاجة تستثمرها مع ربنا هتطلع في الآخر كسبان، وكل ده هدفه إسعاد الناس ومساعدة الغير. حتى فكرة القطر اللي اشتراه والكل اتكلم عنه، اشتراه لتسهيل مواصلات شباب القناطر، كانت بهدف إنساني مش عشان صفقة أو مكسب. وقال إن الشباب كانوا بيدرسوا في جامعة عين شمس والميكروباصات كانت غالية، وده كان بيمنعهم يروحوا الجامعة كل يوم. عشان كده قرر منصور يوفر لهم القطر ويجدد محطة القناطر. وفعلا اشتغل القطر بعد موافقة وزير النقل وحل مشاكل آلاف الطلاب. مش بس كده، ده عنده مواقف إنسانية كتير زي منع الشيشة والدخان في مطاعمه، ورفض يقدم مشروبات معينة رغم إن دخلها عالي، لأنه كان مهم عنده المكان يكون آمن ومريح لكل العيلة. ودلوقتي مجموعة عامر جروب بقت موجودة في كل أنحاء مصر وكمان في سوريا والمغرب. وده دليل عملي إن قرار منصور يسيب النيابة ويشتغل في العقارات كان أحسن قرار في حياته، لأنه مش بس حقق ثروة، ده كمان صنع أثر كبير في حياة الناس ودعم المجتمع بأعمال خيرية مستمرة.